بقالك ساعة في الحمام بتغسل ايدك. انا دكتور احمد موافي، استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، وهنتكلم النهارده عن مرض مهم جدا. المرض بتاع النهارده بيأثر على حياة ناس كتيرة جدا، وهو الوسواس القهري. الوسواس القهري مش مجرد وسوسة عادية، ده اضطراب نفسي بيخلي الانسان يكرر افكار او تصرفات معينة، زي غسيل الايدين بشكل متكرر، او التأكد مثلا من قفل باب مرات او عشرات المرات. المريض بيعاني من افكار متسلطه مش قادر يتخلص منها، وبتاثر على شغله وعلى علاقاته الاجتماعيه وعلى حياته اليوميه، لدرجه انه ساعات بيتاخر عن شغله او بيفقد تركيزه في دراسته. لكن المهم انكم تعرفوا ان الوسواس القهري مرض، واي مرض ليه علاج في مستشفى موافي. احنا بنقدم لكم برامج علاجيه متكامله بتجمع ما بين العلاج السلوكي والمعرفي والعلاج الدوائي لو احتاج الامر. لو انت او حد من اهلك بيعاني من الوسواس القهري، ما تترددش في طلب المساعدة. احنا موجودين في مستشفى موافي على مدار الساعة، وفريقنا الطبي جاهز لمساعدتك في رحلة العلاج. خليك فاكر دايما ان طلب المساعدة مش ضعف ومش عيب، ده قوة وشجاعة، وان العلاج ممكن وموجود. اتصل بينا دلوقتي وابدأ رحلة التعافي. دكتور احمد موافي.